السلام عليكم. يعني دي كانت نبذة عن حياتي، دي مش نبذة عن أول أسبوع في الفانتسي، لا دي كانت نبذة عن حياتي يعني. بس الحمد لله انطلاقة أصنفها من أوسخ 3-4 انطلاقات في تاريخ اللعبة، مش في تاريخي أنا يعني بلعب اللعبة بقالي 4 سنين، لا دي في تاريخ اللعبة عامة يعني. الحمد لله أنا جبت 46 بوينت، الأفريج كان 64 أصلا، والهايست كان 127. يعني اول ما ابتديت بسم الله الرحمن الرحيم جبت ايدرسون وبيكفورد. لعبت ايدرسون الراجل مشكورا في وسط العرر اللي انا جايبهم كلهم جاب 6 جاب كلين شيت وجاب 6 بوينتس الحمد لله. فكان اختيار موفق، اختيار نادر موفق في الخطه بتاعتي. بعد كده نيجي للدفاع واستعد للضحك. ليه بقى؟ عشان انا اول ما دفعت قررت هدافع ب3 في اول اسبوع، ستونز وجيمس وجابرييل. فانا بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ماتش ستونز مش هيلعب، هو مش جاهز سيكا. طب يا عم ما قلتش بدري ليه؟ انا مالك اتوم. جابرييل الراجل لسه لاعب الكوميونتي شيلد، ولعب اساسي. قال لك لا انا حاسس ان هو مش جاهز بدنيا 100% سيكا، فنزله في الشوط الثاني والراجل جاب بوينت. بالنسبه لجيمس يعني برضو ما كنتش متوقع منه ده، كنت متوقع منه احسن من كده بكتير، خاصه ان انا لما اتكلمت وقلت جيمس وتشيلويل، لا جيمس احسن مع الفاولات، كابتن مش عارف هيزيد هيروح. لا اتضح ان تشيلويل هو اللي قلبه جايبه بيزيد اكتر، واكيد دي تعليمات. جاب جون، رقص 1 و2 ورقص الجون وحطها، بس الفكره للاسف ان هو اتحسبت اوفسايد والحمد لله عشان هو مش معايا. بس يعني كمقارنه جيمس وتشيلويل في اول ماتش، لا يعني انا شايف ان كفه تشيلويل احلى، بس طبعا لسه خلينا نشوف يعني. ده بالنسبه لاول خط اللي هو خط الدفاع. نيجي بعد كده بقى لتكمله الحزن، خط الوسط. يعني عمنا وعم الناس عم محمد صلاح عمل اسيست رائع يدرس، ومش عشان ده محمد صلاح، لا هو رائع ويدرس كده يعني، وهو مش شايف اللعيب. يعني شفت فيديو جايب لك الرؤيه بتاعت محمد صلاح للعيبه في الملعب، فهو فعلا ما كانش شايف دياز، هو لعبها بالحس ان دياز اكيد مكمل على الناحيه الثانيه. فلا الصراحه يعني ثرو يدرس. جاب جون واتلغى عشان الاوفسايد، وده برده حظي مش حظ محمد صلاح، فالحمد لله. وخرج اتبدل فما خدش البوينتس كامله، بس خد البوينت بتاعت الاسيست. ميتوما عمل جون حلو قوي، عمل اسيست ما جابش جوان، عمل اسيست لسوري مارش حطها بدماغه في الجون وكان اسيست رائع. راشفورد علامه استفهام رهيبه غريبه. طب يا عم انتوا اصلا كلكم كنتوا فرقه وحشه في الماتش، بس احسنكم كان انتوني اللي وداك ب3-4 كور، رحت ب3-4 كور، شوط واحده في المدافع، واحده في الجون، واثنين بره خالص. طب انت محتاج ايه تاني في ماتش اكتر من 4 فرص عشان تجيب جون؟ بس ما جابش جوان حقيقي، علامه استفهام كبيره. بس راشفورد لعيب ممكن يكون محتاج وقت يخش في فورمه وماتشات وكده. السنه اللي فاتت بالذات كان بيجيله فرص اصعب من كده وبيخلص، بس ما فيش مشاكل. ده بالنسبه لراشفورد. الدبل اب الحزين برده بتاعي، جبت ساكا وجبت هافرتز. جبت ساكا جاب جون الحمد لله، بس ما كنتش مكابتنه، كنت مكابتن هافرتز عشان عملت حاجات منتال بعقلي كده. فان هو لعب في كوميونتي شيلد بهافرتز، فهو اكيد هيبتدي بيه برده الدوري اس فان ده الذكاء ده اكيد ما حدش واخد باله منها، فانا هعمل كده وهافرتز هيحط جون. للاسف جاله فرصه ضيعها، كانت انفراده للاسف وكنت مكابتنه، بس الحمد لله. نيجي بقى الهجوم في اخر لحظه قبل ما الديدلاين يخلص، لقيت كيلفرت لوين اتصاب فبعته بسرعه وجبت مين؟ نيكلاس جاكسون. لعبت بنيكلاس جاكسون من تشيلسي جنب بيدرو، جواو بيدرو من برايتون. جواو بيدرو الحمد لله جاب ضربه جزاء وسجلها، ونيكلاس جاكسون ما عملش اي حاجه، جاله فرصتين حقيقيتين ما عملش اي حاجه منهم. واحده من جيمس المدافع اللي معايا كان هيبقى اسيست، وهو لو حطها كان هيبقى جول، بس الكرة في ال6 يارد شاطها في السماء. طب ليه يا معلم بتعمل كده؟ دي مش محتاجه خبره الدوري الانجليزي، ده انت مهاجم يعني. بس الحمد لله اللي حصل اسبوع للنسيان حقيقي. الترتيب بتاعي وحش جدا، حتى في الجروب اللي مع الشباب وكده الترتيب بتاعي وحش جدا، بس احنا لسه بنستفتح واللي جاي خير ان شاء الله. الويك التاني شكله عامل ازاي، بحيث ان انا اقدر الم الزروطه اللي حصلت في اول ويك ماشي. بس قبل ما نروح للحته دي هاخدك لحته كام لعيب لفتوا انتباه الناس في الويك الاولاني. عندك ماديسون ب2 اسيست، الصراحه غير متوقعه، بدايه قويه جدا من ماديسون مع توتنهام بحكم ان هو اللي ماسك الفاولات والكورنرات. عندك مثلا مين تاني؟ عندك مثلا ستوبينيان من برايتون، مدافع قوي جدا الناس كلها اتكلمت عليه. وفي برضو نفس الحته بتاعت تشيلويل ان هو بيطلع وبيروح وبيزيد وبيعرض وبيشوط، بيعمل كل حاجه الصراحه، فمدافع اكسبكتد. عندك ايزاك، عندك بارنز، بوتمان
توتنهام. نيوكاسل فريق مرعب، بس انا للاسف ما عنديش ولا حد من نيوكاسل، ده غباء اكتشفته متاخر قوي. فدول 5 لعيبه حلوين جدا. بارنز لعب نص شوط ونزل جاب جون، ويلسون لعب 10 دقايق وجاب جون. فنيوكاسل فريق حلو قوي الصراحه، بس للاسف انا معيش اي حد منه، عشان كده هسيب التغيير بتاعه الويك ده اخليها للويك الثالث، وهعمل ايه تغييرتين الويك الجاي. بس يا معلم انا ابتديت بمين؟ ابتديت بإيدرسون. إيدرسون عنده مين؟ إيدرسون عنده نيوكاسل، ماتش تقيل انا عارف، بس الفكره ان هو ده اصعب ماتش لإيدرسون في الشهر كله. بعد كده عنده شيفيلد فولهام، فهسيب إيدرسون. عندي الجون الثاني بيكفورد عنده استون فيلا اوي، فلا مش هاخد الريسك ده. بعد كده في الدفاع ستونز، هلعب بستونز. ستونز ما لعبش الماتش اللي فات، قال لك كانش جاهز وما كانش فت، وفعلا اللعبه نفسها قالت لك ما كانش فت. فبس هو طلع وقال لك لا تمام، خاصه ان نظريه اكانجي واكي جنب بعض في قلب الدفاع دي احنا ما شفناهاش كتير. حلو. فاعتقد ستونز هيبدا جنبه. جابريال عنده مين؟ جابريال عنده كريستال بالاس اوي، وقال لك ان هو فت وهيلعب برده ايه الماتش كامل. جنبهم بقى جبت بابلوك من شيفيلد يونايتد، عنده نوتنجهام فورست اوي، وريحت جيمس ديكا. نشوف هنعمل ايه معاه اللوك الجاي. ده كان بالنسبه للدفاع. بالنسبه لخط الوسط جبت صلاح من بورنموث، وان شاء الله تبقى انطلاقه لصلاح. يعني صلاح انا عارف ان هو جادد، وحلاوه صلاح ان هو لما بيجد ويجز بيطلع نتيجه، فان شاء الله تبقى انطلاقه صلاح. بورنموث وهوم، واول ماتش في الدوري وهوم، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في ماتش صلاح. عندي ميتوما، سبت ميتوما برده، عنده وولفز اوي. ميتوما كان ممكن يجيب جون الماتش اللي فات، بس عمل اسيست رائع جدا على راس مارش وحطها في الجون. راشفورد عنده برضو توتنهام اوي. انا الصراحه تيم راشفورد عن تيم برونو فرنانديز. يعني ان انا شايف ان راشفورد هيطلع، بس محتاج شويه وقت. فان شاء الله دي برضو تكون البدايه بالنسبه لراشفورد. بعد كده اخيرا في نص الملعب في مين؟ في ساكا، جوهره ارسنال السمراء، يعني ربنا يحميه لنا. ما بتفرقش معاه بقى لا هوم ولا اوي، هو ما شاء الله ماشي، مش شايف حد. مين تاني؟ ده بالنسبه لخط الوسط. بالنسبه للهجوم عندي زي ما احنا عندي جواو بادرو من برايتون. الماتش اللي فات حط جون وجاب بينالتي، خلينا نشوف هيعمل ايه الماتش ده. عنده وولفز اوي، ونيكلاس جاكسون عنده ويست هام اوي، وواتكنز هو ده اللي انا براهن عليه الاسبوع ده. كنت معاده دكه الاسبوع اللي فات، نزلته الاسبوع ده. يعني الاسبوع اللي فات كان عنده نيوكاسل صعب وحط او عمل اسيست. الاسبوع ده عنده استون فيلا وهوم، والمفروض ان هم خسروا اول ماتش، والماتش ده هم المفروض يجزوا. فانا في الكابتنه كابتنت واتكنز، وكان في كان في زن في دماغي ان انا تربله، بس انا خايف من ايفرتون دفاعها سخيف. فخلينا نشوف اللي هيحصل. بس كده ده كان كل حاجه ليها علاقه بالفانسي. قدام وصلك الفيديو اشترك في القناه هتتبسط معانا. وده كان كل حاجه ليها علاقه بالفانسي في الاسبوع ده. اتبسطت معاكم، شكرا.